أخذت حمام سريع لأنه ما بعرف إذا حيصحلنا نتحمم برا ولا لا. فجأة رمونا شير إنه لازم نطلع من المنطقة ونخليها لأنه صارت خطر. فأنا جبت شنطة سفر أحط فيها أغراضي، أوعية لازمتني وبدي ألبس أي هودي ألاقيها قدامي، ورنينا على شحن يجي ياخذ أغراضنا بدنا نطلع. بدي آخذ هوديز كتير لأنه برا كتير برد. بتعرفوا شعور المرمطة اللي إحنا حاسينه هالقد؟ مش هتتخيلوه. آخذ بنطلون القليلة يعني. عندي كمان هذا الكرتون وهذا الكرتون عشان أكفي أغراضي. أخذت الكاميرتين الجي 7 اكس والكانون الكبيرة والاثنين اللي تبعون الميموريات والميموري. المهم كذا شغلة هان، وهان المفروض اللابتوب، بس اللابتوب يشحن، وفلوسي وفلوس بابا وفلوس ماما كلهم هنا، كل واحد له محفظته. أوراق الجامعة والوصل ومش عارف شو، الهواية، سامعين؟ بدنا ناس طالعين برضه. والجوازات، جوازي هاي تبعي ديما، وجواز ماما وبابا واخواتي. هاي شنطتي فيها اغراضي انا، شهادات تبعتنا، شاحن اللابتوب، وصلتي. هترك غرفتي وعن جد مش عارفه اذا حرجع لها ولا لا، واذا بيتنا حيروح ولا لا. وكل البيت قاعدين بلموا اغراضهم وبلموا الحرامات والاشياء لانه حنقعد في خيمه. الله يستر، بس الطريق كتير طويل، الطريق بده ساعتين تقريبا عشان نوصل. مش لابسه حجاب يا جماعه عشان هيك مش قادره اسوي حالي. شارعنا، شارع بيتنا هو الشارع اللي بتطلع منه السيارات. زيت الزيتون اشتريناه بالحال، ما لحقنا لسه، شو لسه مليان، هناخذه معنا. هنا اغراض اكل، الخبز اللي عملناه اليوم، هنا خبز توست. بانيو للغسيل، احنا حنغسل في الخيمه كمان، صح نسيت انه حنغسل في الخيمه. توقفوا معالق كتكم، هذا الخشب هاي شايفين؟ هدول عشان ناكل فيهم. علبة دوالي، هذا أكتر واحد مبسوط فيها. المضحك المبكي كمان. إيش تتوقعوا يكون في شيء بالكرتون هذا؟ بحكي لهم، إيش تتوقعوا يكون في الكرتون؟ توقعنا؟ لا. يس. بندورة. فلفل. بندورة. عشان ما نجوعش برضه، بطاطا وبصل. كاسات بلاستيك. ماما وهي بتشيل في الغراء كانت تعيط. هاي فلوس دينا كمان. يفهم برضه بتلج. هدول بتاريخهم بتكبروا عشان مثلا اليهود ياخذوكم يمسكوكوا وياخذوا فلوس منكم. بطاقة البنك، بطاقة البنك. في مصاري تحت التخت. مو هدول. انتوا نسياها. رقم والله كيف نسيها؟ انت خبيتهم. مكتوب يا رب يكون شحن عشان اللي في الشنطة. يفك في الزنقة حبيبتي. يفك في الزنقة. ايش؟ اعطيك 1500 واخذي اللابتوب. وتشتري منت ايباد، بعدين اسمعي جمدي ازرق. انا حشر الايباد هيك بعد فيش واسع اصلا. بدي اخذ جوالي في الشاحن شويه عشان يضل لي منه. سد صباحك. وبدي اخذ شاحني وشاحنك لامي وجوالك. عمري ما توقعت نترك البيت، عمري ما توقعت يجي يوم نترك البيت ونروح على خيمه. قلت لكم 90% مش بيتنا حيروح، فاحنا بنودع البيت نروح على خيمه في صحراء عند الحدود، وبرد وشتاء ومطر، وفي الشارع. احنا حنقعد في الشارع. اخر يوم إلنا بالبيت، بس نفسي اعيط. سامعين؟ مش عارفه سامعين، بس في صوت اشتباكات. طريقنا لرفح اللي هو عند الحدود المصريه خطير، فاحنا كمان لا سمح الله لا سمح الله ممكن يصيبنا اشي في الطريق لانه القناصات في الطريق. فاحنا بنضلنا نقرا حالنا وندعي انه يا رب ما يصير اشي مش منيح ونوصل بسلام. نعم. هوية بابا مش معي، هاتها. ولا خليها معك ولا هاخذها؟ هيك يا بابا، هيك كرت الكهرباء. دي شنطة ايدك وحدية، في عندي مع الهواية. احنا رنينا على تبع تندر عشان نشيل اغراضنا، واخواتي حيقعدوا برا التندر واحنا جوا، فحتشوفوا انتوا السالفة يعني. يلا يا امي، يلا يا امي، تعالي انزل عندي. سهل حسبنا الله ونعم الوكيل. في تنظر طبعا غضب. زحمة
ومرمطة وبهدلة، لقد تبهدلنا واحنا لسه في السيارة. لقينا شمس من 3 شهور أول مرة نشوف الشمس. أو النص 5 شهور، كان حقه نص صار حقه 5 شهور. ضحت أنا كمان صدقت يا راسي. رحنا ندور على مكان نعمل فيه الخيمة. طبعا انتوا لما بتشتروا الخيمة كأنكم تشتروا قطعة أرض، يعني ألفات الشواكل، فبتدفع حق الخيمة 2000 شيكل، خيمة ب2000 شيكل. هي ماما ومحمود. أشعر باليأس والاكتئاب من الحياة. أقصى إشي بتمناه حاليا إنه على القليلة بس تخلص هاي الأزمة، نلاقي بيتنا زي ما هو، ما يكون صاير له إشي. لأنه فكرة إنه مثلا يكون بيتكم انهدم رح تضلكم في الخيمة حتى لو خلصت الحرب، يعني ما في مكان حنروح له. فأنا هلأ في أقصى مراحل هشاشة النفسية حرفيا. إذا حدا لمسني حعيط، والله حعيط. مش متقبلة إنه إحنا كنا في بيتنا ونتمرمط في الشارع. هيك القبلة. طيب هيك القبلة هيك أصلي. طبعا الطريق كان 4 ساعات، 3 ساعات ونص، ضايل 50 دقيقة ويقدم المغرب. أنا رح أقعد هيك أصلي في السيارة وأنا قاعدة. يا تصبح على خير عمي. يا حبيبي ان شاء الله بكره هيك نخلص كل الامور ان شاء الله. يلا سلام. بكره بدكم تعملوا الخيمه صح؟ حنكسر فينا بكره خير. بس منيح هلا احنا في غرفه عشان نستوعب اللي حصل. يعني اعتبروا البيت بيتكم فاتح كمان ان شاء الله. ما فوش تمام الله يسعدك يعطيك العافيه. انا بس بدي اصلي كمان نص ساعه، انا بدي اغلبك، انا بدي اخش يا عمي الحين بدك تخش كمان. يعطيك الف عافيه. الله حبيبتي معلش ان شاء الله بدي اعمل حاجه فتره بدها تعدي. نقعد هنا مؤقت صح؟ عشان بكره بدنا نعمل الخيمه. الارض اللي ورانا، الارض اللي قبالنا. صلي جنبك حنان. اوكي بس لك تصلي. باي. اجواء الناس من كوبا. حبل الغسيل. حصل. صباح الخير. امبارح نمنا بغرفة عند ناس ساكنين هان كتير لطيفين وكتير كتكوتين، ادي بعرفكم عليهم، لانه خيمتنا مش جاهزة. فهلا جينا على الارض اللي رح نعمل فيها الخيمة. شوفوا هاي ارض كبيرة، هناك اهلي، هاي ماما وكريم. المهم لسه هلا قاعدين بدقوا بخشب الخيمة، يعني لسه ما بلشناش. ما اظن حيخلصوا من هان لاخر اليوم، يعني يمكن بدنا نضل لليل عشان تخلص عمل الخيمة عشان نقدر نقعد فيها، لانه هلا لسه ما بديناش. لسه قاعدين بدقوا بالخشب، الخشبات والحدايد. جماعة وصلنا خبر انه تبيع دونت يا روحي. وصلنا خبر قبل شوي انه العمارة اللي ورانا بالضبط وقعت، فاكيد بيتنا كلياته تكسر. الحمد لله انه ما كنا مقضيين هالليله في بيتنا، لانه اغلب المنطقه العمارات اللي جنبها اللي هو جنبنا اللي هو احنا وقع منها اشياء، فلسه مش عارفه بيتنا شو صار فيه. ما انت كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. مسكيك يا حبيبتي. هاي شردين؟ هاي هان. نعمل في الخيمه. كيف حالك؟ الحمد لله. انت هان؟ انا هان جبال. يا صرنا جيران يعني؟ يعطيك العافيه. فينك؟ مش عارفة، بدي أشبك، بدي أدور. قديش جوالك؟ 13 على الشريحة المصرية بيجي. معقول؟ خلص بشوف بدور لي على شيء. حبيبتي يعطيك العافية. حبيبتي من لما جيت هون والكل بيعرفني. الله كتكيت. عجقت انكم تنقلوا اغراضكم وكذا، وتنقل كل اشي في بيتك وكل اشي الك. حبيبي شكرا. تنقل كل اشي الك، كل شي في بيتك على شحن توتر وعجقة. انت مش فاضي تعيط ومش فاضي تزعل. شوفوا ابداع، والله ابداع. يعني احنا صح حالتنا صعبة وصرنا ساكنين بخيمة، بس لا يضير ان احنا نكون انيقين. بس يعني عشان عيب اجي على بيتكم يعني. لا عادي والله. انا حكيت لهم راح اجيب ديما عيلكم، صار يحكوا لي روح انا نشوفها. سلمي لي عليهم. الله يسلمك. لبنى هلا عشان بدي اخذ اغراضي من هنا، بدي اخذ مصرية، وبنرجع نلتقي مرة اخرى. ماشي حبيبتي تشرفني يا قمر. الله يسلمك حبيبي. هلا يا جماعة دخلنا البيت اللي استقبلونا اول ما جينا. ما كان عندنا خيمة، قلت لكم لبنى. فامبارح هي صرنا اورجيكم شوفوا صرنا ادخل معكم. امبارح اول ما جينا احنا اصلا ما كنا عارفين وين نروح، ف محمود دلنا هان المكان اللي موجود فيه سكر، فمحمود وسكر اللي جابونا هنا. طبعا
عيلة سكر كانوا كتير تستقبلونا أول ما جينا، وقعدنا عندهم شوية لأنه الخيمة ما كانت جاهزة. بعدين لقوا لنا هذا المكان اللي هو هاي العيلة، حطونا بهاي الغرفة برضه. الحمد لله الله سخر لنا اياهم صراحه، لانه كنا حننام في الشارع لانه خيمتنا مش جاهزه، فقدرنا نقعد بهاي الغرفه. وصرنا صحبه معاهم لانه فاتت لبنى لعنا وكانت جايبت لنا شاي وشافتني وعرفتني، قالت لي ديما، قلت لها كنا اصحاب. والصبح كنت عندها وكانت عندنا. يا جماعه هدول شنطتين السفر، في كمان 4 بوكسات وشنطه ظهر، كلهم الي. كم الفيو من هون، هدول خيام لناس تانية في عهد أواعيهم هنا وكذا وهيك. هاي أرض قاحلة، هناك كمان خيام. بدي أصور لكم الفيلا تبعتنا من فوق من عند لبنى. اوكي هذا بورجيكم الفيلا. طلعوا هاي فيلتنا الجديدة، شوفوا اللهم صل على النبي، طوابق طبعا اشي فخم. الله يعافيك. هذول الخبزات لكم سخنين تو والله، بس خبزنا يا حبيبتي احلاهم. جابوا لنا خبز، كانوا بيخبزوا قبل شوي، احنا عنا يعني بس فجيت على الغرفه احطهم بمكان او بكيس. احنا هلا قراب على الحدود المصريه، يعني من الشباك بنشوف الحدود المصريه. نشوف لذيذة وجميلة، ولكن كيف لذيذه وجميله فيلتنا. هي نقفلها لفه. شفتها الحريق انه الارض اللي احنا فيها فيش فيها حال، فهدوء وسكينه. هي ارض خاصه يعني، فاحنا هدوء. شايفين الفيلا؟ بنطلوني طويل ومع الرمل بهدله. هاي فيلتنا يا جماعة. هاي البيت الخيمة اللي حنقعد فيها. شايفين؟ لسه ما خلصت. هاي بيتنا الجديد، لسه ايش ضل فيه؟ خبيهن ديما، خبيهن بجيبتك. اوكي طيب يا حبيبي، بدنا نعمل حصيرة ومطبخ. هاي مطبخ هنا، مطبخ. نعمل مطبخ. مش مدقوق. فكرتها مدقوق. لا مش مدقوق. مطبخ وحمام. الدنيا حتى رمل. اشتغل من هون، هي مش نكشتش. اوكي لسه بدها شغل يبقى. حنضل كمان ليلة بنفس الأوضة اللي قضينا فيها ليلة اليوم، لأنه لسه الخيمة ما جهزت وبدها نكش أهله. وبدها نشتري حصيرة، ننزل على البلد. طبعا من هلا البلد ساعتين عشان نشتري حصيرة. والله الله يسعدهم، من محمود لسكر وعيلته ل تامر ولبنى. للأمانة يعني احتوونا بطريقة. في خالته حكت معي من الشباك، بنتها بتحكي لها عني. أول شوي حكت معي من الشباك. وين البيت اللي كنا فيه؟ بدي احط الجوال في اللابتوب يشحن من شحنية اللابتوب، ومش عارفة اذا نت البطاقة حيقدر ينزل لي الفيديو ولا لا. ما ظنيت حيقدر ينزل. اذا نزل لكم هذا الفيديو بكون لقيت لي طريقة. انتم ملاحظين وصلنا نتعامل مع المصايب والاشياء هاي هيك ولا كأنها مصيبة. ليه؟ لانه صرنا 3 شهور بنستقبل مصايب فتعودنا. شكرا. اخواتي رايحين يناموا في الخيمة اللي لسه مش جاهزة، بس احنا البنات يعني عشان لسه مش جاهزة رح نضل بنفس الأوضة، وبكرة ان شاء الله حننقل على الخيمة، هنصير ننام في العراق. المهم انا هلا جهزت سماعتي وقاعدة عشان بدي انتج لكم هذا الفيديو، ومش عارفة اذا حينزل ولا لا، بس والله